انا بعطي نصيحه للمدرب، يعني انه يعني شلون بدي لك، بدنا نحترم رايه تماما، نحترم خياراته. قراراته تماما. هذا الشيء الطبيعي بكل العالم اليوم. انت اليوم ما فيك تقول والله انت ما لك عارف تستلم، ما تجيبوا الجمهور. انت كل يوم والله خلينا نعمل تصويت على 12 لاعب وهدول حملوا المدرب بحط خدهم. اكيد لا، اليوم في مدرب عنده امكانياته، عنده ثقافته، عنده فكره، عنده اسلوبه، فهو اكيد بالنهايه ما في مدرب اكيد عم يشتغل الا هو بيهمه يربح، مضبوط ولا لا؟ اكيد راح ينسرق. راسي ترى كان الجبار يضرب لا برضه، طبعا تفضل. كان مستمر معي يعني اشتغل معي كثير ناس حكوا سنتين. على الكوتش انه والله لما التايم اوت اللي اخذه باخر كوارتر باخر دقائق كان له طعمه ما له طعمه، مضبوط ولا لا؟ كثير حكيت. هي شغله حالات بس يقال زي كده. انا حكي لك هياخذ لك. وانا برايي انه القرار اللي اخذه هو صح. هقول لك ليش. هو الكوتش اخذ التايم اوت بالدقيقه، كان بقى 3 دقائق و5 ثواني، مضبوط؟ صح. وكنا نحن نازلين السكور من 10 عفوا من 20 نقطه ل 7 نقط صار فرق. تماما. والهجمه إلنا قبل ما نوصل لاخر دقيقتين حيروح عليه، تمام؟ فانت اليوم هو اخذ القرار، انا رايي انا معه. انا اخذت تايم اوت وعندي هجمه 14 ثانيه وعندي سكور نازل، انا كان اكيد حط حرم الله انه كان ممكن ياخذ فيها يا سلم نقطتين او فوق او 3 نقوط، مضبوط؟ تماما. وهيك الكل كله عم يحكي. تمام. فهي لو هو صح. لو ضبطت القصه كان واو ما احلاها المدرب. لانه ما ضبطت صار غلطان. لا بس انتبه، هي ليش ما ضبطت؟ هلا بدنا نسال بقى حالنا ليش ما ضبطت الفكره؟ صح. هذا بلال لا اخذ القرار بهي الثانيه بهالطريقه ما فينا نلومه، انتبه. ليش هو بده يشرح فاضي مرتاح يوصل للسله. هي بقى المساحات اللي نحن دائما بجوز في ناس ما تنتبه لها، انه اليوم داخل وقت تمشي المباراه القرار للاعب ولا المدرب. المدرب يكون طالب طلبات معينه، هلا احيانا اللاعب بيمشي تماما بيتوفى، احيانا لا بده يطلع على نص كمان يتوفى، واحيانا لا بيطلع على نص ما